يا صباح الفل والورد على عيون اغلى واحلى متابعين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. انا النهارده رحت مول ممشى مصر، حبيت اخد فكره كده عن الاسعار. دخلت عملت لكم جوله في المكان كله. اول حاجه بنبتدي بيها المكان اللي هو يمين المول ده، في دخلة المول على طول يمين. المكان ده كله جديد في جديد يا بنات، مش شغل بالغ خالص. دي توبات مثلا اهي ب50 جنيه، كل الالوان زي ما انت شايفه. اقطان درجة اولى، اقطان صافي 100%. حاجات حرفيا حلوة قوي. لو انتي بتدوري على شغل جديد في جديد، ما بتحبيش شغل البالة، وكمان عايزة اسعار حلوة، روحي بقى المكان ده في مول ممشى مصر. حرفيا بقول لكم حاجات جميلة جدا. التيشيرتات دي كلها اقطان درجة اولى، مش التيشيرتات اللي بتتباع في الوكالة اللي هي بالاكياس دي وب45. لا دي احلى بكتير والله، الماتيريال احلى بكتير جدا. 50 جنيه اي حاجة توب او تي شيرت. تمام، حاجة جميلة جدا، عجبني قوي قوي. هنا التي شيرتات دي رجالي اوريجينال، تمام، ب120 جنيه تقريبا. دي بتبقى تصافي محلات كبيرة. وهنا كمان الشراط دي اللي هي بتاعة المصايف، برضو سعرها كويس جدا. اطفال وشباب وكده، حاجة حلوة قوي والوان منها كتير. يعني انا حبيت اديكي فكرة ان مول ممشى مصر عنده جديد برضو، مش كله مستعمل، تمام، مش كله شغل بالة. ده اول يعني اول يمين في المول، اول مكان، تمام، تدخلي فيه في المول هو ده. الشباب دول عندهم الحاجات الحلوة القمر دي، وبقى اسعارهم كويسة جدا. هنا مثلا البنطلون ده كان تحسي ان هو اوريجينال قوي، وب125 جنيه بس، تمام. حاجة جميلة يعني، حاجة مش كوبي خالص، تحسوها اوريجينال قوي، تمام. يعني وهنا مثلا شروطها اللي هي زي ما تقولي كده شبه برمودا شوية يعني. تنفع قوي في المصايف لو نازلين تتمشوا كده بالليل او حاجة. بصوا ده برمودا مثلا. حاجات جميلة والله يعني. بصوا كلها تحسوها بتاعت عايزة بحر، عايزة مصيف، عايزة بحر. تمام. طبعا كل سنة وانتم طيبين، احنا في الصيف دخل علينا بقوته. الحمد لله على كل حال. تمام، كل اللي يجي من عند ربنا حلو. وفي هنا كمان كاشات مايو، تمام، ب85 جنيه. بقول لكم شغل بحر خالص يعني. لو عايزين تروحوا تجيبوا حاجات، بصوا كلها بالتيكت ازاي. يعني مش شغل بالة، شغل بصوا هنا ب65 بقى. الحاجات دي قطيفة، قطيفة وقطن. وبصوا سيكي، بصوا حاجات كلها اصليه اوريجينال. شايفين التيشيرتات قد ايه قمر، حلوه جدا، خامه عاليه، قطن صافي. طبعا جديد في جديد، ما فيهاش شغل بالة خالص يا بنات، ركزوا في الكلام. تمام. دخلنا بقى المكان اللي جنبيه على طول يمين يعني. بصوا اهو اول يمين هناك اهو، ده جنبه على طول، تمام، احنا لسه يمين. تمام، لقيت عنده الحاجات دي، لقيت عنده شغل حلو قوي يا بنات، جميل بجد. وكان بكام الشغل ده؟ كان ب50 جنيه بس. كان ب50 جنيه بس. يمكن ده أقل مكان في مول ممشى مصر بيبيع حاجات بأسعار جميلة جدا. بصوا مثلا التيشيرت، هو ده مش تيشيرت، المفروض ان هو بادي بنص كم، تمام، حلوة قوي وماتيريال عالي وقمر كده، حاجة حلوة بجد. تمام. اي حاجة بكام؟ ب50 جنيه بس يا بنات. كان عليه ناس كتير عمالين ينقوا ويعملوا، فانا واخده جنبي كده لوحدي، عماله ايه اطلع في الخباثه كده واعرض لكم ايه. انا قلت اديكم من كل مكان نبذة بسيطة كده، علشان لو جيتوا تروحوا تعرفوا الدنيا ايه، تعرفوا هتقابلوا اسعار ايه هناك، عشان محدش بس يتصدم. تمام. هنا المكان ده اللي جنبيه برضو، تمام، احنا كده ماشيين بالتدريج، هناخدها كده من اليمين للشمال. كان عنده حاجات ب35 جنيه. بصوا دي جيبات بنات اطفال يعني. واللي جنبيه كان برضو قمصان وحاجات وتيشيرتات اولادي، هنا بناتي. كله كان ب35. هنا بقى الحريمي كان ب50 عنده. وعنده برضو الشاب ده حاجات أعلى، يعني ده كان ب50. في هتلاقوا اللي جنبه أعلى شوية بس نفس الفرشة يعني، تمام، نفس الفرشة. هنا احنا لسه في ابو 50. كان عنده البنطلونات دي حلوة جدا، معرفش اسمه، تقريبا سويت بانتس أو حاجة كده. بصوا عنده حاجات حلوة بجد يعني، عنده أسعار حلوة. بس بصوا بقى دخلنا على السعر ايه، 150 جنيه. حاجات حلوة قوي قوي قوي. بس انا شايفة ان 150
كتير سيكة كده عليها، فاهمني؟ كتير سيكة. يعني ده يبقى حلو جدا لو ب100. زي مثلا عند ابو ادم الغول، اغلى سعر بينزله 100 جنيه، اغلى سعر. ده اللي لفت نظري عند ابو ادم الغول، وخلاني بقيت اصور عنده كتير والله العظيم. لكن مش لحاجة. بصوا هنا البنطلونات، طبعا السعر عالي، بقول لكم سيكتين يعني مش سيكة واحدة. فعشان كده يعني، بص انا قلت اديكوا فكرة عن المول، واللي في المول ممكن يعجبك موديل ما نكونش شفناه بره، فتلحقي تروحي وتاخديه، فاهماني؟ هنا بقى انا كنت ماشية كده ولقيت قمصان رجالي. لا ده لسه الحريمي. القمصان الرجالي لقيتها ب200 جنيه، لسه هنشوفها دلوقتي. بصوا هنا ب150 جنيه. يعني البلوزه دي عجبتني قوي، يمكن اكتر حاجه عجبتني هي البلوزه دي، لان ترند وشيك قوي وفيها وسع كده. لكن بقيه الشغل برضو استغليته سيكه كده، فاهميني؟ فلا يعني ايه، انا برضو يعني بحب اديكي فكره. ليه؟ انت ممكن تكوني رايحه مول ممشى مصر مخصوص، فلازم اديكي فكره هم عندهم ايه، تمام؟ علشان تعملي حسابك، علشان تبقي عارفه رينج السعر عندهم ايه، عشان تبقي عارفه كل حاجه، فاهماني؟ لازم انا هي شغلتي ان انا اديكي فكره عن كل الاسعار، كل الاماكن. بصوا كل الكوليكشن اللي قدامنا ده كان ب150 جنيه، فاهميني؟ كان ب150 جنيه. يمكن دي مثلا البلوزه دي عجبتني شويه. بصوا هنا مثلا دريسات تحسوها برضو عادية، مش اللي هي 150. هنا مثلا كان عبايات استقبال ودريسات ب200 جنيه، أنا شايفاها عالية سيكا برضو. يعني أنا كل الحاجات دي بشوف منها عند أبو آدم الغلو ب100، فهمتوا قصدي؟ لكن انت ممكن يعجبك موديل هنا ما يعجبكيش عند ابو ادم الغول. فانا شغلتي اعرفك المكان، الاسعار، انت بقى وراحتك انت وذوقك. ممكن عند ابو ادم الغول تروحي ما تلاقيش حاجه تعجبك، تبصي هنا. بصوا هنا مثلا كان 100 جنيه. انا عايزه اقول لكم اسعار متفرقه وحاجات والله جميله جدا. في ناس، في حد بيبيع ب100، في حد بيبيع ب200. هنا مثلا دي كانت قمصان رجالي ب200 جنيه، دي اللي انا قلت لكم عليها. برضو حسيت ان 200 جنيه ليه القميص، فاهميني؟ ده بالة، شغل بالة مش جديد. فحسيت برضو حتى لو ماركة لا عالي، هو حلو عليه 150 جنيه القميص الرجالي لو حاجة اوريجينال. بصوا هنا مثلا تيشرتات برضو 200 جنيه، فاهميني؟ هنا بقى 100 جنيه. الشاب ده عنده حاجات ب100 جنيه شمال ويمين. بصوا برضو عجبني عنده كذا حاجة كده. شفت عنده بصوا مثلا ده عجبني عنده قوي، شيك جدا. بصوا بجيب لكم الكاميرا على السعر علشان برضو تبقوا عارفين احنا بنصور ايه او واقفين قدام انهي سعر، تمام؟ علشان كمان ما تتلخبطوش، فاهميني؟ زي ما انتوا شايفين كده، ده كان 100 جنيه. 100 جنيه اي حاجة عنده، تمام؟ هنصور كمان الناحية الشمال. بصوا البلوزة حلوة جدا، يعني عشاق الشراشيب يروحوا برضو يلاقوا حاجات من دي. بصوا بقى، بصوا هنا كان برضو 100. هنا بقى 85. هنا 85، خدوا بالكم. يعني بصوا يمكن هي دي بقى اكتر فرشة هناك بتشدني دايما، شايفة اسعارها مظبوطة جدا. بصوا البلوزة شيك قد ايه، و85 بس. بصراحة هي دي اكتر فرشة. الفرشة دي بتاعت حد اسمه جمال، هناك صورت عنده الاسبوع اللي فات برضو كوليكشن، وهو كان معايا في الفيديو. لو عايزين رقم جمال ده اسيب لكم رقمه في اول تعليق مثبت. بجد لقيت عنده حاجات حلوة والله ب85 جنيه. اسعار يعني لا معقولة. يعني انا كده بالنسبة لي معقول قوي 85 جنيه. فلو عايزين بقى رقمه يبقوا اكتبوا لي يعني في التعليقات. بس عايزة اقول لكم حاجة دي بقى حطوا تحتها 100 خط. اللي يروح يشتري حاجة من هناك، يعني انت مثلا بتكلمي جمال، يا ريت يا ريت تكلميه تسأليه الكوليكشن عندك بكام النهاردة، او عندك الشغل النهاردة بكام. لان يا بنات ساعات بيجي لهم شغل جديد بيعلوا السعر. يعني ممكن انت تكلميه في يوم يكون لسه الشغل نازل له مثلا ب100 او ب120، علشان بس ايه يعني ما تروحيش هناك او تكلميه تعرفي العنوان وتروحي هناك تتخضي من سعر
انا ما كنتش مصوراه، تروحي يوم غير اللي انا مصوراه ده طبعا خالص، فهماني؟ بس ده ليكي انتي. لكن لو عايزه تروحي تاخدي فكره، لو ما لقيتيش عند جمال السعر ده هتلاقي عند غيره. في ناس كتير هناك بيبقوا حاطين برضو 85 و75 وساعات بتوصل ل 65 كمان لما بيكون اخر الاسبوع عندهم، فاهميني؟ لكن انا طبعا عشان كنت امبارح هناك، امبارح لحد، بصوا الدريس ده عجبني قوي، نص على هيئه بليزر والنص التاني بصوا الشياكه، بجد عجبني قوي. تمام. فبيبقوا ايه، بيبقوا يا بنات معلين السعر شويه يوم الاحد ويوم الجمعه. تمام. فعلشان انا بديكوا فكره عن كل حاجه، اتصلوا بالناس قبل ما تروحوا. وانا قلت الكلام ده في الفيديو اللي فات وبقوله في كل فيديو، ليا او لغيري، ليا او لغيري، لان في ناس ربنا يهدي لهم حالهم، والله بتقول اسعار غلط. تمام. مش كله طبعا، في زميلات ليا محترمين جدا، في زميلات ليا كتير زي انا كده عندهم مصداقيه، لكن في واحده تقريبا او اتنين ربنا يرحمهم ويهديهم، مش كله بيقول السعر صح. ايه اللي يفصل بينكم وبينهم؟ تاخدوا الرقم يا بنات وتتاكدوا من كل حاجه. قولي لها ابعتي لنا رقم الناس اللي صورتي معاهم. تمام. اذا حسيتوا يعني ان هي مأفورة في السعر كده شوية. تمام. لكن لو عايزين تروحوا وتتفرجوا ومش هتتأذوا، انا كلامي ده للناس اللي جاية من المحافظات، لان في ناس اتضرت جدا جدا وجات من المحافظات وفي الاخر ما لقيوش اي سعر من اللي هي بتقول عليه، فاهميني؟ فانا مش قصدي اجيب في سيرة حد ولا اي حاجة، ربنا يرحمنا جميعا يا رب. بس كلامي ده كان واضح للناس بتوع المحافظات، الناس بتوع المحافظات. انا مش من الناس اللي بقطع على حد ولا بتضايق من حد ولا بخش على قنوات حد. ده في متابعه هي اللي قالت لي، بعتت لي على الواتساب وقالت لي في قناه اسمها كذا كذا بتعمل كذا، لو سمحتي يا مدام شيرين الكلام ده صح؟ فالحوار كله جه كده، فعشان كده دخلت على قناتها واتخضيت واتفزعت وقلت ربنا يسهل لها اللي هي عملته. وفي ناس فعلا راحت واتضرت. تمام. فبصوا يا بنات بقى، ما تنسوش بالليل اللايف الساعة 9 ان شاء الله على قناة جولات شيرين 2 اللي انتوا متعودين عليها. بإذن الله بالليل اللايف هستناكوا، وحشتوني جدا جدا. هنقعد نتكلم في كل حاجة، واللي عنده اي سؤال طبعا بيقوله، برد على كل الأسئلة، برد على كل حاجة. عايزة توصلي للوكالة ازاي، انزل محطة ايه، اعمل ايه، كل الأسئلة اللي تخطر في بالكم. تمام. طول الأسبوع كده تبقوا محوشينها. انا بعمل لايف 2 وجمعة، تنوروني جدا جدا في اللايف ان شاء الله، ونرغي في كل حاجة يا بنات ونفضفض في كل حاجة. تمام. عايزة بقى منكم ايه، لايكات كتير للفيديو ده، واعملوا شير كده للفيديو عشان يوصل لناس كتير. بصوا مثلا هنا كانت الدريسات ب75، عشان كده بقول لكم مش كله هناك معلي الاسعار. واحنا في اخر الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم. كنت معاكم شيرين كمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.